طيب حبايبي الحلوين طلاب تانية ثانوي، تعالوا نعمل مع بعض ريفيجن وسمري سريع على ليكتشر 12 اللي هي الجاز لو. يلا، مبدئيا احنا اتكلمنا عن البروبرتيز اوف جاز، وعرفنا ايه خصائص الجاز، وعرفنا ان الجاز بيتحرك حركة عشوائية اسمها براونيان موشن. وبراونيان موشن اللي هي حركة الجاز اللي بيكون فيها molecules الجاز بتتحرك for short distance in all direction، فدي بتكون random motion for short distance in all direction. ماشي، عرفنا ان الجاز له صفتين يخلوا عنده ميزتين. اول صفة ان الجاز بيكون عنده large intermolecular spaces، يعني الجاز فيه مسافات كبيرة بين الموليكولز وبعضها، ودي بتخلي الجاز compressible يعني قابل للضغط. وعرفنا ان الموليكولز بتاعت الجاز بتكولايد with the wall of the container، بتخبط في الوول بتاعت الكونتينر، ودي بتخلي الجاز له بريشر. ماشي، فهمنا مع بعض ان احنا في الشابتر ده هنتكلم عن 3 صفات اساسية للجاز: البريشر بتاع الجاز، الفوليوم بتاع الجاز، التمبريتشر بتاعت الجاز. وعايزين نشوف ازاي ال3 صفات دول بيأثروا على بعض، يعني ازاي البريشر والتمبريتشر بيأثروا على بعض، هل هم دايركت ولا انفرس؟ ازاي التمبريتشر والفوليوم بيأثروا على بعض، هل هم دايركت ولا انفرس؟ ازاي البريشر والفوليوم بيأثروا على بعض، هل هم دايركت ولا انفرس؟ فهمتكم برضو ان البريشر ده مقصود بيه ريت التخبيط، يعني بما ان الموليكولز بتاعت الجاز بتخبط في الوول بتاعت الكونتينر، فكل ما التخبيط يزيد معنى كده ان البريشر بيزيد، وكل ما التخبيط بيقل معنى كده ان البريشر بيقل. الفوليوم ده مقصود بيه اكتر فوليوم الكونتينر اللي بيبقى موجود فيه الجاز، لان الجاز نفسه ملوش فوليوم. الجاز بيملك كونتينر، فلو انت عايز تصغر فوليوم الجاز صغر الكونتينر، عايز تكبر فوليوم الجاز كبر الكونتينر. والتمبريتشر اللي هنا دي مقصود بيها درجة حرارة الجاز عادي. جالنا بقى يا ولاد 3 علماء، وكل عالم اكتشف العلاقة بين حاجتين. فمثلا جاي لعالم اسمه بويل، اكتشف العلاقة بين البريشر والفوليوم، وحط لنا بويل لو، وقال لنا البريشر والفوليوم العلاقة ما بينهم دايركت ولا انفرس، وصفها لنا في بويل لو. وجالنا عالم تاني اكتشف العلاقة بين التمبريتشر والفوليوم اسمه تشارلي، وحط لنا تشارلي لو. وجالنا عالم أخير اسمه جولي اكتشف العلاقة بين البريشر والتمبريتشر، وحط لنا جولي لو. علشان تحفظ العلاقات كنا حافظينهم بطريقة حلوة، فكنا بنقول بويل في اي بي أهم قانون، أكتر قانون عليه مسائل وامتحانات. في اي بي معناها إن الفوليوم انفرس مع البريشر، في اي بي. وقلت لك ان دي العلاقه الوحيده اللي انفرس. وكنا حافظين ان تشارلي يحب يتفرج على التي في، يعني التمبريتشر دايركت مع الفوليوم، تي في تمبريتشر وفوليوم، ودي دايركت لان اول واحده بس هي اللي انفرس. وكنا حافظين ان جولي راجل طيب وطيب معناها ان التمبريتشر دايركت مع البريشر. كلام جميل. لو بدأنا ببويل لو في اي بي اللي عرفنا ان الفوليوم انفرس مع البريشر، فلو عندي شوية جاز غيرت الفوليوم بتاعهم البريشر هيتغير. يعني لو في شوية جاز واقفين هنا كده وبيخبطوا، وجيت انا صغرت الفوليوم لنفس الشوية،
اكيد التخبيط هيزيد لانهم هيتخنقوا اكتر، فلما الفوليوم بيقل البريشر بيزيد، يبقى العلاقه انفرس. وطالما العلاقه انفرس يبقى فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي بريشر 2 على بريشر 1. ولو عملنا كروس مالتيبليكيشن نلاقي ان فوليوم 1 في بريشر 1 هيساوي فوليوم 2 في بريشر 2، والاتنين بيساووا نفس الرقم الكونستنت. ماشي. من اهم الاسئله او من اهم التريكات في بويل لو انك تاخد بالك انك وانت بتحل بالقانون ده لازم تراعي قاعده اسمها n unit but same units. يعني لازم الفوليوم والبريشر يا ولاد. بعد كده خدنا سؤال الجاز بابل اللي هو فيه بالونة هواء بتطلع لفوق في البحر، وعرفنا ان بالونة الهواء دي لما تطلع لفوق حجمها هيزيد. ليه حجمها هيزيد يا ولاد؟ لان تحت عليها بريشر عالي. البريشر عليها تحت عبارة عن حاجتين، الاتموسفير زائد الليكويد يعني زائد رو جي اتش، فالفوليوم تحت بيكون صغير لان البريشر عالي. انما لما الاير بابل دي تطلع فوق البريشر بيقل لان البريشر الجديد بيبقى بيه اتموسفير بس، وبيبقى فيه فوليوم جديد عالي لان البريشر قل والبريشر عكس الفوليوم. ومن المفترض طبقا لبويل لو ان فوليوم 1 في بريشر 1 بيساوي فوليوم 2 في بريشر 2. دول تحت يعني دول الفوليوم والبريشر تحت، ودول الفوليوم والبريشر فوق. ففوليوم 1 ده الفوليوم تحت، بريشر 1 ده البريشر تحت اللي هو بي اتموسفير بلس رو جي اتش، احسبهم لوحدهم في براكت الاول بيساوي فوليوم 2 ده الفوليوم فوق، البريشر فوق بي اتموسفير بس. طبعا لازم تاخد بالك ان بي اتموسفير هنا لازم تكون 1.013 تايمز 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير، لان انت كتبت رو جي اتش ولازم الهايت ده بالمتر. ماشي. بعد كده خدنا فكرة الكابيلاري تيوب او الميركوري تيوب، اللي هي قطعة انبوبة بيكون محشور فيها حتة ميركوري وفي من تحت جاز. وعرفنا ان التيوب دي بتتمسك بثلاث اوضاع، يا اما تتمسك والفتحة من فوق، يا اما والفتحة من تحت، يا اما الفتحة من الجنب. سوري مش دي اهي، يا اما الفتحة من الجنب. وعرفنا ان في حاجتين بيأثروا على التيوب دي، بي اتموسفير ودي دايما بتدخل من الفتحة، وبريشر الميركوري وده دايما بيزق لتحت. على سبيل المثال لما اجي في اول رسمة ارسم الاتنين، بي اتموسفير داخلة من الفتحة والميركوري لتحت، يبقى البريشر على الجاز الاتنين دول بالبلس، الاتنين بيضغطوا عليا وزن الاتموسفير زائد وزن الميركوري اللي هو 76 طيب بلس الهايت بتاع الميركوري بالسنتيمتر. انما لو جينا للمثال التاني، بي اتموسفير بتخش من الفتحه كده والميركوري بيزق لتحت كده، يبقى دول عكس بعض، فيبقى البريشر بتاع الجاز بي اتموسفير ماينس الميركوري اللي هو 76 ماينس اتش. هنا الميركوري بيزق لتحت، يعني هنا الميركوري ساند على الجلاس فمش ضاغط ولا على الجاز ولا بيبعد عنه، لكن بي اتموسفير بتخش من الفتحه بس، يبقى هنا البريشر اللي على الجاز بيساوي بي اتموسفير بس اللي هي 76 بس. ماشي. بعد كده خدنا تشارلي لو، وعرفنا ان تشارلي لو الراجل تشارلي كان عايز يعمل علاقة بين الفوليوم والتمبريتشر، وعرفنا ان الفوليوم بيكون دايركت مع التمبريتشر، بس لازم التمبريتشر تكون بالكلفن. ليه لازم بالكلفن؟ لان الفوليوم بزيرو لما التمبريتشر تكون بزيرو كلفن، انما لما التمبريتشر تكون بسيليسيوس الفوليوم مش بيكون بزيرو، لا ده بيبقى عندي شوية فوليوم اسمهم الاوريجينال فوليوم. طالما الفوليوم دايركت مع التمبريتشر بالكلفن يبقى فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تمبريتشر 1 على تمبريتشر 2 بالكلفن. وخد بالك انك لو عايز التمبريتشر بالكلفن لازم تاخد التمبريتشر بالسيليسيوس بلس 273. ماشي. عرفنا بعد كده ان في حاجة اسمها فوليوم اكسبانشن كوفيشنت، وده معناه مقدار زيادة الفوليوم،
وادينا له سيمبل الفا في. والمقصود بالفوليوم اكسبانشن كوفيشنت او مقدار زياده الفوليوم ان احنا اكتشفنا ان كل الجازز اللي في الدنيا لما بتسخنها حجمها بيزيد بنفس المقدار، رقم ثابت اللي هو 1 على 273 اللي هو approximately equal 0.36%. يعني اي جاز في الدنيا تسخنه 1 ديجري الفوليوم بتاعه هيزيد بنسبة 0.36% من الاوريجينال فوليوم. الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت ليونت كلفن 1، وعلشان تحسبه وانت مش هتعوز تحسبه لانه رقم ثابت، فالفوليوم اكسبانشن كوفيشنت بيساوي الفرق في الفوليوم على الفرق في التمبريتشر تايمز الاوريجينال فوليوم، اللي هو فوليوم 2 ماينس الاوريجينال فوليوم على الاوريجينال فوليوم تايمز الفرق في التمبريتشر، يطلع 1 على 273 كلفن نيجاتيف 1. بعد كده خدنا جولي وعرفنا ان جولي كان عايز يعمل العلاقة بين البريشر والتمبريتشر، وعرفنا انها دايركت، وعرفنا ان التمبريتشر لازم تكون بالكلفن برضو لان البريشر بيكون بزيرو لما التمبريتشر تكون بزيرو كلفن، انما لما التمبريتشر تكون بزيرو سيليسيوس البريشر بيكون اسمه اوريجينال بريشر. ماشي. وطالما دايركت يبقى بريشر 1 على بريشر 2 بيساوي تمبريتشر 1 على تمبريتشر 2، لازم تكون بالكلفن، انما البريشر براحتك in unit but same unit. ونفس الكلام عرفنا ان في حاجة اسمها pressure expansion coefficient زي الفوليوم expansion coefficient، معناه مقدار زيادة البريشر لكل 1 ديجري زيادة في التمبريتشر، وادينا له سيمبل بيتا بي، وعرفنا ان هو نفس الرقم 0.36% اللي هو 1 على 273 كلفن نيجاتيف 1. وعشان تحسبه فده بيساوي الفرق في البريشر على الفرق في التمبريتشر تايمز الاوريجينال بريشر. وجينا في الاخر خدنا الجنرال جاز لو، وعرفنا ان الجنرال جاز لو بيقول لك ان انت بقى لو جبت الثلاثه مع بعض بيتغيروا. يعني عندك جاز ليه بريشر اسمه بريشر 1 وفوليوم 1 وتمبريتشر 1 بالكلفن، واتغيروا الثلاثه بريشر 2 فوليوم 2 تمبريتشر 2 بالكلفن، فالمفروض ان بريشر 1 في فوليوم 1 على تمبريتشر 1 بالكلفن يساوي بريشر 2 فوليوم 2 على تمبريتشر 2 بالكلفن. وعرفنا ان لو قال لك اس تي بي اللي هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر معناها ان التمبريتشر ب 273 ديجري كلفن وان البريشر بيساوي قيمه الاتموسفيريك بريشر. ولو جينا عملنا ميكس خلطنا جازين ببعض، فبريشر الميكس في فوليوم الميكس على تمبريتشر الميكس بالكلفن هيساوي بريشر 1 في فوليوم 1 على تمبريتشر 1 بلس بريشر 2 فوليوم 2 على تمبريتشر 2. ده الجاز الاولاني وده الجاز التاني. وكده احنا تم الانتهاء من منهج تانية ثانوي. بحبكم والله بحبكم. باي باي يا حلوين، اشوفكم في المراجعات.